انا شايف ان الناس دايما حاطه امال كبيره على الدواء لوحده. يعني لو احنا عايزين نقول كلام عشان نبقى صيادله بتبيع دواء وبياعين، الدواء جميل وتعالوا خدوا دواء وخدوا فيتامينز وكل حاجه. الدواء لوحده مش هيحل المشكله بنسبه 100%. الدواء هو 30% من المشكله، بيحل جزء. في جزء تاني اتيتيود، بيهيفير، اكل كويس، تمارين، اسلوب حياه كويس. يعني انا بشوف ان انا في الاوقات اللي كنت مثلا بدرس بروح اخد كورس ودبلومه وبتاع، احس ان دماغي شغاله كويس، بستقبل معلومه، بحفظ، بخش كويز، بحل اسئله. فدايما هتلاقي الناس اللي مثلا حافظه القران ممكن يبقى 100 سنه والذاكره عنده كويسه، لان هو بيمرن دماغه كل يوم. الاطفال اللي بتخش اليو سي ماس بيطلعوا عندهم حسابهم للماث والرياضيات اسرع بكتير من اللي احنا دلوقتي بالكالكليت. انت مستسهل الكالكليت، فمش بتجرب حتى تشغل دماغك. فاهم قصدي؟ ده مع الاوميجا 3 يديك نتائج حلوه جدا. فيتامينات وواي بروتين مع جيم يديك شكل في الجسم اسرع بكتير من الطبيعي، وهكذا. فالاوميجا 3 لوحدها مش هتعمل حاجه، يعني هتعمل حاجات بس مش اللي انت متخيله.